كانت زوجة سقراط سليطة اللسان، خلت جوزها كل يوم يخرج من الفجر ويرجع بعد المغرب هربا منها. ومع ذلك بيقول سقراط عنها: أنا مدين لهذه المرأة، لولاها ما تعلمت أن الحكمة في الصمت والسعادة في النوم. وبيقول عنها لتلامذته: لو رزقكم الله زوجة صالحة ستعيشون سعداء، ولو رزقكم زوجة كزوجتي فستصبحون فلاسفة. في يوم من الأيام كان صوتها عالي عليه كالعادة وهو قاعد مع تلامذته بيدرسهم، وهي بتشتمه وبتسبه بأفظع الشتايم. ولكن المرة دي اتفاجئ بأن في جرد المية بيتفض عليه من فوق، فمسح المية من على وشه بدهشة وقال: كان يجب أن أتوقع أنها ستمطر بعد كل هذه الرعود. أسلوب سقراط الهادي وسكوته أدى أن مراته شعرت بألم شديد في القلب والكتف، وأصابها سكتة قلبية وماتت في الليلة دي. وأنا بقول إن التجاهل انتقام راقي وصدقة جارية على فقراء الأدب.